سوق الساعات الذكية كبر الفترة اللي فاتت بشكل مش طبيعي، وبقت السمارت ووتش من ضمن الحاجات اللي عينيك هتشوفها كتير وتقريبا اتعودت عليها. وكمان المميزات اللي كانت ما بتبقاش موجودة غير في الساعات الهاي اند دلوقتي بقت موجودة في ساعات بأسعار ملائمة لفئة كبيرة من الناس. النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الام تاتش جي تي 20 برو. بدون كلام اكتر من كده يلا بينا. السلام عليكم، اذا وسهلا بكم في فيديو جديد. معكم احمد صدومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا غالي ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتتابعني على حساباتي على السوشيال ميديا، هتلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن. كنا اتكلمنا قبل كده عن الساعه الاشهر في الوطن العربي تقريبا، شبيهه الابل واتش الترا، اسمها اكس 8 بلس الترا، وكنا عملنا عنها فيديو هسيبه لك في الاي اللي فوق، تقريبا بنفس سعر الساعه دي. والاكس 8 بلس كانت بتقدم لنا مميزات كتير جدا كان صعب ان احنا نشوفها في الفئه السعريه بتاعتها. ولكن في الفيديو ده قلت لكم ان انا من الناس اللي مش بتميل قوي ان هي تشتري حاجه بلا براند او بلا هيئه لمجرد انها شبيهه لحاجه براند كبيره او حاجه غاليه. وعلى الرغم من ذلك كنت معجب جدا بالساعه ومعجب جدا بالمميزات اللي بتقدمها وبخامات التصنيع الخاصه بيها. فالنهارده بقى هنتكلم عن حاجه تقريبا بنفس السعر اللي هو في رينج ال 1500 جنيه، ولكن من براند، حتى لو براند مش معروف ولكن ستيل براند وليه ضمان موجود في مصر. ال جي تي 20 برو بسعر ال 1500 ليها ضمان سنه وبتقدم لك مميزات هنتكلم عنها، وطبعا بتواجه عيوب مش قليله هنتكلم عنها برضه. طبعا زي ما احنا متعودين في مراجعه الاكسسوارات مؤخرا، احنا مش هنعمل مراجعه كامله، احنا هنتكلم عن المميزات بعدين هنتكلم عن العيوب. العلبه شكلها ما فيهوش اي انبهارات، يعني شكلها لطيف كده، وتجربه الانبوكسنج برضو مش واو. يعني انت بتفتح العلبه بتلاقي الساعه نفسها راكب فيها ستراب، وبتلاقي ستراب تاني هو بيبقى واحد فيهم مايل ان هو رياضي شويه زي اللي انا لابسه ده، وواحد تاني مايل ان هو بيبقى كلاسيك، وهتلاقي الشاحن الخاص بيها، وهتلاقي بطاقه الضمان، وهتلاقي سكرين بروتكتور، ودي لفتة لطيفة جدا عجبتني. يعني نعم خامتها مش احسن حاجه ولكن ستيل سكرين بروتكتور، وهتلاقي كتالوج ملوش اي لازمه محدش فينا بيبص فيه. لما نزلت لكم صوره الساعه دي على كوميونتي يوتيوب، في ناس عجبها التصميم وقالت ان هو تصميم شيك وبتاع، وناس تانية قالت لا ده قديم ووحش وياي. وعامه اي تصميم بقول ان هو شيء ذوقي، خاصه في موضوع الشكل، طالما احنا بعيد عن خامات التصنيع فيعجبك ما يعجبكش، يعجبني ما يعجبكش، اكيد ده شيء وارد يعني. ولكن انا من وجهه نظري بصراحه الساعه شكلها مش حلو على قد ما هو مختلف. فعلا شكلها والقطعة الفضية اللي موجودة حوالين الدايرة السوداء تدي شكل مختلف شوية، وبيميل ان هو شيء كلاسيكي. خامات التصنيع كمان ممتازة جدا، خامات من المعدن، والزراير الكليكات بتاعتها لطيفة جدا، ومجرد بتضغط على الزرار اللي تحت اللي ملوش اي وظيفة غير ان هو بيقفل ويفتح الساعة او يوديك على الهوم لو انت في اي مكان في السوفت وير، وتبدأ تتنقل كده هتلاقي السوفت وير مقارنة بالسعر سلس جدا وشكله حلو والخط فيه واضح. لو سحبت من اليمين للشمال كده هتتنقل ما بين الويدجتس او الحاجات الرئيسيه اللي موجوده في الساعه، ولو سحبت كده من الواجهه الرئيسيه من الشمال لليمين هيجي لك بقى الابلكيشنز او الحاجات اللي تقدر تتحكم فيها على هيئه ايقونات صغيره كده. فاجمالا السوفت وير بصراحه انا ما لاحظتش معاه مشاكل. كمان التطبيق اللي موجود على الموبايل اللي بتربط بيه الساعه لطيف جدا، وانا نادرا اما بيعجبني تطبيق خاص باي سمارت ووتش. تقدر تنزل واتش فيسز كتير جدا خاصة بالساعة، وتقدر تثبت تقريبا 5 واتش فيسز من اللي انت بتنزله من على الابليكيشن، وتقدر تخصص واحدة تعمل بيها صورة تحط عليها بقى الساعة زي ما انا عامل كده حاطط صورتي اللطيفه دي. اجمالا السوفت وير لطيف وما لاحظتش معاه مشاكل كتير. وطبعا لما بنقول لطيف بنبقى بنتكلم بناء على سعر الساعه نفسها، يعني مش هنيجي نقارن ساعه ب 1500 بساعه ب 15000 جنيه نقول لا ده السوفت وير بتاعها وحش مش عارف ايه، لا نتكلم عن الساعات اللي موجوده في الفئه السعريه نفسها. الساعه هنا بتدعم المكالمات على فكره، يعني فيها مايك وسماعه، وانا استغربت لما اكتشفت ده لان الجوانب بتاعتها ما فيهاش اي حاجه، ولكن المايك والسماعه هتلاقيهم تحت كده. هو ده عيب في التصميم هنتكلم عنه بعد شويه، ولكن الاوبشن ده في ساعه براند ب 1500 فده شيء مميز جدا. اللغه العربيه مدعومه في الساعه سواء كان قوائم او قرايه نوتيفيكيشنز او كده، ولكن في النوتيفيكيشنز هتلاقي دايما في علامه استفهام موجوده كده، هتلاقي في خطوط غريبه بتظهر لك، ممكن تلاقي الكلام
كلام مترتب ساعات ومش مترتب ساعات، ولكن ستيل دعم اللغه العربيه نفسه شيء كويس. حاجه كمان مميزه في الساعه ولكنها طبعا موجوده في كل الساعات اللي في المقاس ده، ان هي تقدر تركب عليها اي ستراب 22 مللي ايا كان شكله، ايا كان انت شاريه منين. من ضمن الحاجات اللي عجبتني برضو في الام تاتش جي تي 20 برو هي البطاريه طول ما انت مش بتستخدم خاصيه المكالمات هتقعد معاك فتره طويله، لو انت بس رابطها بالموبايل مجرد قراءه الاشعارات او بتتنقل فيها تتحكم في المزيكا او الكلام ده. لكن مع المكالمات تقريبا مش هتطول معاك عن يومين 3، اللي هو ستيل رقم كويس برضو. تعال بقى نتكلم عن العيوب. اول عيب انا لاحظته في الساعه دي هي جوده الاسترابات اللي بتيجي معاها. جوده الاسترابات اللي بتيجي معاها سيئه جدا وشكلها مش الطف حاجه. حتى الاستراب اللي المفروض ان هو كلاسيك، حاجه يعني قمه في الحقاره، عشان تقدر تستخدم الساعه دي لازم تجيب لها ستراب يكون يعني اغلى من كده شويه ويكون شكله ارقى من كده شويه. شكلها نفسه زي ما قلت لك يعني هو يمين انه لطيف وكلاسيك وكل حاجه، بس انا بتخنق قوي من اي شاشه دائريه بتكون فلات بالمنظر ده. هم اصلا عاملين الفريم السيلفر ده، واللي بالمناسبه بيجي منه لون اسود، انا اعتقد ان هو هيبقى شكله الطف من السيلفر، عشان يخلوا الشاشه مسطحه الى حد كبير. هو في كيرف شكله مش الطف حاجه بصراحه، والخطوط كمان اللي موجوده حوالين الشاشه نفسها ده شيء ما عجبنيش كشكل. بس زي ما قلت لك ان موضوع الشكل ده شيء ذوقي. انا بيعجبني جدا الشاشات اللي هي الكيرف بتاعها بيبقى اكبر شويه، وزي ما انت شايف كده حتى لو الشاشه نفسها صغيره، لان الشاشه هنا صغيره بشكل رخم جدا زي الايمي لاب اللي اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، برضه هسيبه لك في الاي اللي فوق. ولكن الايمي لاب عشان الدايره كلها سودا مفيش خطوط، الكيرف بتاعها مميز جدا، فما بتلاحظش كتير ان الشاشه صغيره او انها مزعجه. ولكن انت هنا دايما هتلاحظ ان الشاشه صغيره، لان الخطوط اللي حوالين الشاشه مبينه ده، والكيرف القليل اللي موجود فيها برضه مبين ده. الساعه هنا مقاومه للميه ولكن مش بمعيار كويس. هو كاتب لك على الكرتونه حرفيا موتور سبراي، اللي هو شويه طرطشه يجوا عليها، لكن ما تقدرش تتوضى بيها او تستحمى بيها او تنزل البسين او البحر بيها. اعتقد بنسبه كبيره جدا هتبوظ منك، عكس حاجه تقريبا برضو فيها السعريه اللي هي الايمي لاب كي دبليو 66 والاكس 8 بلس اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. دي انا حطيتها تحت الميه، واحمد بدر جربها تحت الميه وما حصلهاش اي مشكله، ولكن دي انا خايف ان انا احطها تحت الميه. الشاشه هنا اضاءتها مش احسن حاجه تحت الضوء القوي. هو طول ما انت اندور زي ما انا قاعد كده، حتى ولو في كشاف كبير زي ده انت شايف الدنيا مفيش اي مشاكل، ولكن لو انت تحت اشعه الشمس او اضاءه اقوى من كده شويه يعني الموضوع هتعاني مع السيكا. عيب كمان شفته في الساعه دي المايك والسبيكر بتاعه مش احسن حاجه. السبيكر صوته عالي ولكن جودته سيئه جدا، والمايك انت لو ما بتتكلمش في الساعه كده الطرف التاني مش هيسمعك تقريبا. وبمناسبه جوده الصوت اللي اتكلمنا عنها من شويه، تعال نعمل مكالمه لاحمد بدر كده ونشوف الكلام على ايه. عليكم السلام يا جدع. ايه اخبار الصوت؟ انا بعمل ريفيو للجي تي 20 برو. يا راجل ايه الاخبار؟ طيب لو بعدت شويه كده. هو ودني برضه بس يعني صار حلو، يعني مش سامع اي حاجه حواليك خالص. انت شو مكان الاستوديو اوريدي هادي صح؟ انا في الاستوديو هادي خالص. انا مش سامع جنبك اي حاجه. طيب جنب الشباك. مش الشباك هادي برضه برضه؟ طب يا عم انت يعني بقى اخبار صوت انا بالنسبه لي مسموع برضه، بس السماعه بتاعتها في مكان غبي جدا، يعني تحت موجود في الساعه من تحت، ولو تنيت ايدي سيكا بيتكتم. اتكلم كده. سامعني كده مكتوب. بمجرد ما بتني ايدي الصوت بيتكتم بطريقه بشعه، مكان السماعه غبي جدا. بس تمام شغال. ماشي يا حبيبي، مع السلامه. زي ما شفتوا كده المايك تمام وكل حاجه، بس انا طبعا عشان في مكان هادي تماما، والسبيكر يعني مكانه غبي بطريقه مش طبيعيه، لدرجه ان انا شكيت ان مفيش سبيكر ومايك اصلا في الساعه، هما كاتبين عليها فون وانا مش لاقي الفون فين وعيب كمان زي اللي موجود في الاكس 8 بلس، انك ما ينفعش تشتغل بالمكالمات غير لما تبقى موصل الساعه نفسها كجهازين على البلوتوث بتاعك. وده طبعا بيؤدي انك لو هتشغل ميديا او هتشغل اي حاجه ليها علاقه بالصوت اللي بيخرج من الموبايل هيخرج لك من الساعه. وكمان الاتصال وابلكيشن الاتصال مش مستقرين بشكل كبير، ممكن تلاقيه قطع شويه، ممكن تلاقيه بيخرف كده، بتحتاج انك تعمله ديسكونكت وكونكت تاني. وبس كده، دي كانت المميزات والعيوب اللي واجهتها في الجي تي 20 برو.
بعض المميزات ممكن انت ما تشوفهاش مميزات، ده شيء عادي المفروض يبقى موجود في اي حاجه، وبعض العيوب انت ممكن ما تشوفهاش عيوب تماما. ايه اللي انت بتتكلم فيه ده يا عم صدم؟ بس دي تجربه شخصيه تماما، قد تختلف او قد تتفق معايا، مفيش اي مشكله. المهم بقى لو حبيت تشتري الساعه دي اسيب لك لينك موجود في الديسكربشن، تقدر تشتريها من خلال الصفحه الخاصه بينا مباشره. ولو ما عجبتكش الساعه دي وعايز ساعه ثانيه اسيب لك برضو زي ما قلت لك الساعه اللي اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، الاكس 8 الترا شبيهه الابل واتش الترا، اسيب لك برضو لينك الفيديو بتاعها في الديسكربشن وفي الاي اللي فوق، واسيب لك لينك الشراء برضو بتاعها في الديسكربشن مع لينك شراء الجي تي 20 برو. ولو عجبك بقى الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، وتتابعنا على حساباتي على السوشيال ميديا، تلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن. كان معكم احمد صدومه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في امان الله.